استاذ محمد حسني، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا مدير اداره الاعلام بالاوبرا. اهلا بحضرتك. عايزين حضرتك تكلمنا عن النشاط اللي بيقع تحت الاداره عندك. هي الاداره العامه للاعلام اداره الاوبرا هي المرآة اللي بتعكس مدى النشاط وحجم الانشطه الفنيه والثقافيه اللي بتقدمها دار الاوبرا المصريه على جميع مسارحها، سواء باوبرا القاهره او اوبرا الاسكندريه او اوبرا دمنهور. باختلاف بقى الأنشطة، إذا كان أوركسترا سيمفوني، إذا كان فرقة الباليه، فرقة أوبرا القاهرة، فرق الموسيقى العربية اللي بتمتد حتى 5 فرق موسيقى عربية، فرقة الإنشاد الديني التابعة لدار الأوبرا، مركز تنمية المواهب، الصالون الثقافي في دار الأوبرا، وقاعات الفنون التشكيلية المنتشرة وعددها 4 قاعات فنون تشكيلية على مسارح دار الأوبرا. الأنشطة المختلفة اللي بتقدمها الأوبرا الهدف منها طبعا هو الارتقاء بالذوق العام، ورسالة الأوبرا لو قلنا باختصار هي الارتقاء بالذوق العام وتشكيل وجدان وأحاسيس الشعب المصري والتعرف على ثقافة الآخر وتبادل الثقافات والحضارات بين دار الأوبرا المصرية ودور الأوبرا في مختلف دول العالم. طب حضرتك في حدود النشاطات اللي بتقوم بيها دار الأوبرا أو اللي بيقوم بيها بوجه تحديد اللي هو إدارة الإعلان، هل أنت شايف إن ده كافي عشان نوصل للطبقات العادية من الشعب، ولا في حاجات ولا يعني أنت شايف ده وجهة نظرك إن ده كده كافي؟ لا، كافي جدا إن احنا نقدر نتعامل مع أكتر من 70 إصدار صحفي بيصدر، سواء إصدار يومي أو مجلات أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية. بنتعامل مع قنوات التلفزيون المصري على اختلاف مستوياتها، إذا كان تلفزيون قنوات التلفزيون الأرضية أو الفضائيات المصرية أو المتخصصة، بنتعامل مع شبكات الإذاعة المصرية، بنتعامل مع قنوات الفضائية العربية والقنوات الخاصة والشبكات الإذاعية الدولية، بالإضافة إلى التعاون مع مكاتب التلفزيون الدولية المعتمدة لدى جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلام. مهم كمان جدا دلوقتي الإنترنت، يعني مواقع الإنترنت مهمة جدا. أنا عندي قسم خاص للصحافة الإلكترونية، لأن أنا مؤمن تماما بالتقرير حتى اللي اتنشر في الولايات المتحدة الأمريكية اللي بيصدر فيها أكثر من 1400 إصدار يومي، إن عدد القراء قل خلال 20 سنة الأخيرة، ومتنبأ في الولايات المتحدة وأوروبا إن الصحافة الورقية ممكن هي على 2050 بتنتهي، وسيكون هناك لا مجال للصحافة الورقية، وأن الصحافة الإلكترونية هتكون هي الأساس. فأنا طبعا عشان كده أنا من النهاردة عندي قسم أو إدارة خاصة بالصحافة الإلكترونية، وبتعامل مع كل الإصدارات الصحفية التي لها مواقع على الإنترنت. ده شيء جميل طبعا، لازم الواحد يسير فعلا التكنولوجيا اللي موجودة في العصر بتاعه. بالتأكيد. أنا متشكرة جدا لحضرتك، ومزيد دايما من نجاح ومن الأنشطة بأمر الله. أشكر. ألف شكر.